كانت الأسرع والأرشق حينها. شكلت ظاهرة فضائية غامضة وهي تجوب السماء بسرعة خيالية. الأطباق الطائرة صممت في سرية تامة وبقيت طي الكتمان إلى أن كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA أن هذه الأطباق ليست في الواقع سوى طائرات تجسسية من طراز U-2 صممت للاستطلاع فوق الأراضي السوفيتية. CIA أكدت أن سرية الموقع لم تكن مرتبطة بكائنات قادمة من المريخ، بل بإخفاء هذه الطائرة التجسسية عن السوفييت وقتها. جرى اختبارها في قاعدة سرية للغاية في القطاع 51 في صحراء نيفادا الذي امتد لنحو 20 كيلومترا، واختير ليستخدم مهبطا لاختبار طائرة اليو-2 والتي كانت تحلق على ارتفاع يزيد على 20,000 متر، وهو أمر لم يكن يتصوره أحد حينذاك، في حين أن الطائرات التجارية كانت تحلق على ارتفاع 3000 إلى 6000 قدم. عند المغيب كانت الشمس تنعكس على جناحي طائرة اليو-2 مما يبدو لكابتن الطائرة التجارية أو المدنية التي كانت تحلق في مستوى أدنى وكأنه جسم ملتهب، لتنتشر المعلومات عن ظهور هذه الأشياء الطائرة من طياري الطائرات التجارية والعادية في رحلاتهم. ظهورها في سماء الصحراء شكل مصدر إلهام لروايات وأفلام للخيال العلمي حول الأطباق الطائرة.